يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الخضرة الجميلة. النهاردة هقولك يعني توفري على نفسك، هنعمل مع بعض خلطة المحشي ونفرزها ازاي عشان توفري على نفسك انك انتي يعني يجي بقى عليكي رمضان، يجي عليكي وقت انت تكوني فيه تعبانة مش قادرة، اللي هو تطلعي الرز وتطلعي الخلطة دي على طول تروحي عاملاها على المحشي على طول. ايه الحاجة اللي احنا هنعملها؟ اولا انا جبت ب10 جنيه خضرة محشي، تمام، قطعتها حتت صغيرة كده زي ما انت شايفة، وهاجي هحطها هنا كده في مصفى، او يعني ايه انا لسه ما غسلتهاش، او على اساس ان انا دي مصفى بال... بال... يعني بالقارب بتاعها زي ما بيقولوا كده، على اساس ان انا انقعها شويه، انقع الخضره شويه، تمام. حاجه كده توفر عليكي التعب والايه والجهد اللي احنا بنشوفه. ورمضان طبعا في مدارس احنا ولا فاضيين بقى نعمل حاجه ولا نخلي حاجه. تنضفي طبعا الخضره كده اهو، هتقطشي بس الروس دي اهي، وهبدا ان انا ايه انضفها، اطلع لو فيها حاجه كده ولا كده. لا تمام. وبعد كده لما هتتغسل كويس. لما هاجي اقطعها بقى، بصي طبعا كلكم عارفين يعني التقطيع، بس عشان يبقى صغير معايا الحجم، احط اللي انا اقطعه تحت اللي هيتقطع جديد اهو كده اهو، تمام، عشان يبقى حتت صغنطوطه اهو. الم من هنا والم من هنا، وابدا ان انا ايه اقطع كل الخضره بنفس الشكل. طبعا بقى ايه هنقعها وهغسلها، يعني ايه تنقعيها بقى، بس اهم حاجه ان احنا ايه يعني هتتنقع مده كبيره، يعني تسيبيها منقوعه كده في ميه بخل وتغسليها كويس، وبعد كده يعني ايه هنشوف استخدامها بعد كده ايه. وتجيبي حبه بصل بقى حلوين كده اهوت وتقشريهم. قطعنا البصل هنبدا ان احنا نحطه في حبه زيت بقى. نبدا نسيبه بقى ايه البصل يتحمر شويه. هنا البصل خلاص اتحمر، هحط عليه معلقتين صلصه كده، تمام. وهبدا ان انا هشوحها كده عشان ايه الصلصه بس تنزل لونها، تمام. وهكون عصره بقى الطماطم بتاعتي، وابدا ان انا اسقطها هنا كده. طبعا انا هزود طماطم، زود طماطم كمان اهي، وهسيبها بقى تتسبك براحه راحتها، هسيبها تتسبك براحه راحتها. وهحط عليها معلقتين سكر عشان تشيل ايه الحموضه اللي في الصلصه او في الطماطم. وهسيبها بقى تتسبك حلو كده وتبقى حلوه وجميله، وبرده هنرجع مع بعض اول ما تتسبك معايا اوريلكم النتيجه ان شاء الله باذن الله. هنا الطماطم معايا اتسبكت، بصي خلاص اهي. هبدا ان انا بقى المرحله دي هسيبها تبرد. استني الاول قبل ما تبرد ثواني. هنا بقى خلاص طفيت عليها، هحط لها بهارات ايه، هحط لها ديت بهارات محشي وفلفل اسود وكزبره وبابريكا، تمام. دي مبدئيا بس كده اهي، حطيت البهارات دي. بعد ما تبرد، بعد ما قفلت على النار، تمام، هبدا اقلب الخليط وهحط طبعا ايه الملح بتاعي. عايزه تزودي بهارات، انا حطيت طبعا بهارات المحشي من باب ان الايه يعني ان هي يعني تبقى ليها طعم حلو، واختصر في البهارات شويه مع الكزبره مع البابريكا. وهبدا ان انا هقلب الخليط ده وهسيبه بقى يبرد خالص خالص خالص. خلي بالك انا كل ده نقع الايه، نقع يعني حاطه الخضره في ميه بخل. هسيبها تبرد خالص، وبعد ما تبرد هنرجع مع بعض برضو ونشوف هنعمل ايه. وابدا بقى اقلب، بصي تقلبي كده بحيث كل الخضرة تتوزع على الايه الطماطم. 10 جنيه خضرة محشي مع
تجيبي مثلا 2 كيلو او يعني دول 3 كيلو طماطم. تمام، 3 كيلو طماطم هيقعدوا معاكي، يعني مش في رمضان بس، ده انت كمان بعد ما تخلصي رمضان على خير، لان انت مش مقضياها محاشي يعني طول الوقت. هتطلعي الكيس على طول على ايه؟ على المحشي، على شوفي بقى بتسبكي للمحشي، بتحطي له يعني الرز بتاعه، وتحطي عليه الخضرة، وتحطي عليه الصلصة، يا دوبك بس تسبيكة بسيطة كده، وبعد كده تشتغلي على طول. لو بتعمليه على الني زينا هنا في اسكندرية، ساعات في ناس كتير قوي بتحب تعمله على الني في ني، يعني الرز تجيبه وتحط عليه الخلطة وتروح حطاه ني في ني. عايزة تزودي ملح زودي ملح زي ما انت عايزة، يعني شوفي انت برضو ساعتها لما تيجي تدوقي شوفيها عاملة ازاي اهي. جميلة، هي حلوة قوي 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 بصراحة، وريحتها حلوة، والخضرة بتاعتها برضو حلوة في ان هي الخضرة مش هتمسك يعني مش هتستوي معاكي، لازم تكون الصلصة باردة خالص. ونبدأ نحطها بقى في اكياس. هبدأ بقى ان انا احط مثلا في كل كيس مثلا مغرفتين وشوية. تمام اهو، واربطها، ولما تيجي تحطيها في التلاجة عشان ما تمسكش معاكي الصلصة، رشي قبل ما تحطيها في الفريزر، رشي الكياس زيت. تمام، رشة بسيطة زيت كده عشان يعمل معاكي ايه، يمسك يعني ما تيجي تفكيها ما تبقاش ماسكة معاكي وتبقى الدنيا بايظة يعني. يا رب كده الوصفة تكون عجباكي، امين يا رب العالمين. ما تنسيش بقى تعملي لايك وتشيليه، بصي الخضرة حلوة ازاي. اعملي لايك واشتراك، ويلا اشوفك على خير، وكل سنة وانتم طيبين.